ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كيكه الشاي اليوميه القمر اللي انتم شايفينها دي، وهقول لكم على الاخطاء اللي ممكن تقعوا فيها فتتفادوها وتطلع معاكم احلى كيكه ان شاء الله. طبعا دول 3 بيضات بدرجه حراره المكان، يعني لو حاطه البيض في التلاجة طلعيها من قبلها مثلا بساعتين ولا حاجه وبعدين كده اشتغلي. دول ظرفين من الفانيليا البودره، لو عندك فانيليا سائله مفيش مشكله اشتغلي فيها عادي، وحطي بقى نص معلقه صغيره من الفانيليا السائله وبس كده. بعد كده معانا كوباية وربع من السكر العادي، كوباية وربع ده السكر المظبوط بالنسبة لي، لو حابة تزودي مفيش أي مشكلة معاك السكر ده بتاعك، ومعلقة صغيرة من الخل. هنضرب لمدة ما تقلش عن 3 دقايق لغاية ما اللون يتغير بالشكل ده ويفتح ويبيض بالشكل القمر ده. بعد كده هنحط الدقيق ده أنا نخليه 3 مرات، وشلت منه 3 معالق من الدقيق وحطيت مكانه 3 معالق من الكاكاو الخام بس بدرجة الفاتحة شوية. مهم جدا ندخل الدقيق يا جماعة علشان يطلع معانا أحلى كيك مرتفع وهش وحلو جدا. وطبعا دي ربع كوباية من الزيت النقي وعليهم 3 معالق كبار من السمنة. ممكن طبعا حد يستخدم الزبدة مفيش أي مشكلة، بس حد سألني وقال لي ينفع نستخدم السمنة؟ أنا عملتها معاكم في فيديو قبل كده بالزبدة، المرة دي بعملها معاكم بالسمنة. وكوباية من المية العادية من الحنفية، وكيس البيكنج باودر اللي دايما بننساه، طبعا ده خطأ كبير جدا دايما بنقع فيه، يا رب تلحقوا تحطوه قبل ما تدخلوه الفرن. دخلته طبعا، وبعد كده شغلنا الخلاط على اعلى سرعه، ومده ما تقلش عن 5 دقايق زي ما انتم شايفين كده، بقى بقوام القمر اللي انتم شايفينه ده هو ده القوام المظبوط المثالي. انا حبيت اعمل المره دي الكيكه في الطاجن، دهنتها يعني دهنه زبده كده، وحطيت 3/4 الخليط، وهسيب الربع التاني عشان هوريكم هعمل فيه ايه دلوقتي. الربع اللي فاضل هحط منه معلقه كبيره من الكاكاو الخام المر، اغمق درجه في الكاكاو ده حلو جدا على فكرة، أنا باحبه. ممكن تعملوه كله بالدرجة الكاكاو دي، بس أنا حبيت أعمل معاكم النهاردة نوعين لأن في ناس بتسأل على درجات الكاكاو، فدي الدرجة الغامقة خالص من الكاكاو الأسباني. وهنحط نفس المعلقة اللي حطيناها كاكاو هنحطها زيت ضربة واحدة بس، يعني ثانية كده في الخلاط لغاية ما يختلطوا ببعضيهم، وده القوام بتاعها. سائلة ازاي، مش مكتلة ولا أي حاجة. وطبعا الشكل ده يرجع لكم، ممكن تحطوها بدل ما يدور تحطوها في النص زي ما أنا عملت. وطبعا هرجع اقول لكم لازم نكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 180، وهنجهز الرف الاوسط لان احنا هنحط فيه الصينية بتاعتنا. وشكلوا بقى يا جماعة بقى الاشكال اللي انتوا حابينها في الكيكة بتاعتكم القمر. احلى كيكة بجد، مش عمرها ما هتبوظ منكم ان شاء الله، دايما هتعملوها باستمرار، سهلة جدا عملناها في الخلاط. وقلت لكم على الاخطاء اللي ممكن تقع فيها. وبصوا بقى وانتوا بتعملوها الحركة دي بتفيد بايه بقى، ان هي لو في اي بابلز ولا اي حاجة بتتظبط كده بتتعدل وما بقاش في اي فقاعات. طبعا دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 وطلعتها من الفرن. طبعا اختبرتها بخله فلقيتها ما فيهاش اي حاجة وطلعت زي الفل زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا لازم اغطيها بفوطة عشان يعني الحرارة بتاعتها يعني تخليها طرية اكتر. شايفين جميلة جدا وهشة ومرتفعة وسفنجية ومفرغة من جوه، جميلة جدا. وما خدتش مننا اي وقت، كل الوقت اللي خدته في التسويه اخدت معايا بالظبط 30 دقيقه، وكانت زي القمر كده. لو كنتوا تابعتوني لحد هنا فشكرا جدا جدا لمتابعتكم، وكنت معاكم علا توهاني.